السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم في فيديو جديد. النهاردة هنتكلم عن ملك الترسو، عن وحش الشاشة، عن أبو علي، عن الفنان الراحل فريد شوقي. اسمه بالكامل فريد محمد عبده شوقي. اتولد في 30 يوليو 1920. بدايته كانت آه، أول أعماله في فيلم اسمه ملاك الرحمة. ملاك الرحمة ده أنتج عام 1946 مع يوسف وهبي والفنانة الراحلة أمينة رزق، وإخراج الفنان يوسف وهبي. ثم قدم بعدها فيلم اسمه ملاك في جهنم عام 1947، إخراج المخرج الراحل حسن الإمام. واتوالد بعد كده الأعمال. ومع بداية الخمسينات بدأ يغير جلده نوعا ما عشان يقدم شكل تاني للبطل. آه، عشان يطلع من الصورة المعتادة ان هو كان بيقدم شخصيات شريرة اللي ظل يعني كان بيقدمها لفترة طويلة في أفلام كتير زي قلبي دليلي عام 1947 مع الفنان أنور وجدي، وكان إخراج الفنان أنور وجدي. وزي اللعب بالنار عام 1948 مع المخرج عمرو جميعي. وفيلم القاتل عام 1948 إخراج حسين صدقي. وفيلم غزل البنات عام 1949 مع الفنان أنور وجدي وغيرهم. بعد كده ابتدى ان هو ياخد ادوار صغيرة، كلها في اطار الشر برضه. زي ما بطريقته المعتادة كان يرفع لك حاجبه، مش عارف، ويتهجم في وجهه. بعد ذلك حاول فريد شوقي ان هو زي ما قلنا يغير جلده تماما، واصبح البطل اللي بيدافع عن الخير في مواجهة الشر، امثال محمود المليجي وزكي رستم. وجات بعد كده افلامه في ظل مرحلة متميزة، ومنها فيلم جعلوني مجرما. الفيلم ده كان نقطة تحول للفنان فريد شوقي رحمة الله عليه. كان مع المخرج الكبير عاطف سالم. وهو في الفيلم ده استطاع الفنان الكبير فريد شوقي انه يلغي السابقة لأي مجرم او اي حد، يعني السابقة الاولى في ال في الجريمة. استطاع من خلال تقديم فيلم جعلوني مجرما ان هو يلغي اي سابقة لأي واحد مجرم. وهو من تأليف الفنان فريد شوقي، ومن إنتاج رمسيس نجيب. وشارك كمان الفنان فريد شوقي في التأليف السيناريو والحوار. وهو الفنان نجيب محفوظ، عن قصة نجيب محفوظ اللي أخد جائزة نوبل طبعا. من أهم أفلامه فيلم ملايكة في جهنم، رجل لا ينام، ملاك الرحمة، المغامر، ليالي الأنس، اللعب بالنار، قلبي دليلي، غني حرب، الصيت ولا الغنى، الستات عفاريت، هدى، ليلة العيد، مغامرات عنتر وعبلة، غزل البنات، بيوم أفندي، طلاق سعاد، القاتلة، فلفل، طريق الشوك. يعني عمل أفلام كتير جدا جدا جدا، مش هقدر ان انا يعني ارصدها كلها. وعمل كمان افلام في السينما التركية زي مغامرات في اسطنبول، وزي شيطان والشيطان البوسفور. آه، فريد شوقي يعني بسم الله ما شاء الله قدم افلام كتير جدا جدا جدا، مش هقدر احصرها كلها. ولكن آه، على الصعيد كمان الشخصي اتجوز من زينب عبد الهادي، ودي مش معروفة. واتجوز من الفنانة هدى سلطان. واتجوز من واحدة تدعى سهير ترك. وأولاده منى وناهد ومها وعبير ورانيا. أهم أعماله عنتر بن شداد، فهم الكاشف، عوض السيد وعبد الرحمن السيد وعم صابر. آه،
يعني هو من الممثلين المهمين جدا جدا في السينما المصرية. تاريخ وفاته رحمة الله عليه توفى في 27 يوليو عام 1998 عن عمر يناهز 77 سنة في مستشفى السلام الدولي في المعادي. رحمة الله عليه. الفنان الكبير الراحل الفنان فريد شوقي كان فنان فعلا بيقدم رسالة، وليه أفلام كتيرة أثرت في السينما المصرية وفادت المجتمع. احنا نتمنى ان شاء الله السينما المصرية في الفترة الجاية يبقى فيها فريد شوقي، ويبقى فيها احمد زكي، ويبقى فيها في الكوميديا اسماعيل ياسين. عايزين الفن المصري يرجع لصورته القديمة. كنا معاكم في نجوم زمن الفن الجميل. ما تنسوناش باشتراك ولايك، واللي عجبه الفيديو يشرفنا بتعليق في التعليقات. شكرا، وسلام عليكم.